سجلت أسعار الموز بمحلات وأسواق مدينة وهران ارتفاعا قياسيا وصل إلى 1000 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، ما أثار حيرة المواطنين البسيطة حول أسباب هذا الارتفاع، في حين أكد التجار السبب بقلة العرض والتسويق. التغطية لكريمة صواقع. في البنان هو اللي راه غالي، راه 80 ميل سوق الجملة. في سوق الجملة. المساكين ما ياكلوش والشعب راه مضرر. نتمنى ان شاء الله يرخص ويشوفوا الحل تاعه هو وجميع الفواكه راهم كاع كل شيء غالي والشعب ما قدش وما عرفش وين يروح. البنان هذا راه يدير 100,000، هذا شويه غادي ياكلها المسكين، ما ياكلها هذا مريض المسكين. حنا رانا نشروه ب 90,000 85 نبيعوه ب 90,000. شحال نديرو فيه 3000. كي تجيب هنا الطابله هنايا تقول له 100,000 يورب. البنان ما راش يدخل عنا، احنا ما راش كاين في الجزائر، ما باش يجيبوها، كاينه حاجه قليله. كي تكون حاجه قليله البنان يغلى، كي يدخل البنان يكون بزاف يرخص البنان. الامبورطاتير ما باش يجيبوا، راهم يجيبوا غير 2 تاع الناس ولا 3 في الجزائر. البنان اللي راه قليل بصح الخضره الاخرى كاع راهي قاعده، ما كاينش المونطاتير اللي راه الخضره عنده وراهي تكمل. توجور الروسر كاين. ان شاء الله راني درنا راه تقوم مديريه التجاره بالدوريات يوميا باش تشوف وين راه السبب اللي ادى الى غلاء هذه الفاكهه.